الخطوات اللي بعملها عشان اعدل على الصوت بتاعي على برنامج ادوبي اوديشن. مايك بتاع سماعات تليفون يسمع فيديو او هيحضر فيديو صوته وحش. مساء الفل، ازيك مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ فيديو النهارده هقول لكم على الخطوات اللي بعملها عشان اعدل على الصوت بتاعي على برنامج ادوبي اوديشن عشان يبقى احسن من الصوت اللي بيطلع من المايك. حتى لو المايك بتاعي ضعيف اكيد هيتحسن شويه بالتعديلات دي. وانا جاي لكم قبل كده ان انا بسجل الصوت بتاعي بمايك بتاع سماعات تليفون، السماعات باظوا فقصيتهم وبقي المايك بس بركبه وبسجل الصوت على تليفون تاني. وليه المفروض اعدل على تراك الصوت بتاعي او اعدل على الصوت بتاعي؟ عشان المشاهد ممكن يتفرج على فيديو الجودة بتاعته قليلة لكن مش هيسمع فيديو او هيحضر فيديو صوته وحش. تعالوا اوريكم الطريقة اللي بعدل بيها على تراك الصوت عشان يبقى احسن. انا بحب احط الفيديو بتاعي والصوت على برنامج ادوبي بريمير واعمل لهم سينكرايزيشن مع بعض، وبعد كده بعمل اديت اوديو ان ادوبي اوديشن بحيث لما اخلص اديت للصوت على ادوبي اوديشن واقفله يسمع في ادوبي بريمير. لو انت مش حابب بالطريقه دي ممكن تفتح ادوبي اوديشن وتحط تراك الصوت فيه تعدله وتطلعه متعدل وبعد كده تحطه في ادوبي بريمير براحتك، او شوف انت عايز تعمل بيه ايه. انا قلت لكم على الطريقه اللي انا بستعملها. يعني انا دلوقتي حاطط الفيديو على التايم لاين، هقف عليه كده واعمل كليك يمين اديت كليب ان ادوبي اوديشن واستناه يفتح ادوبي اوديشن وابدا اعدل على الصوت معه. كده فتح برنامج ادوبي اوديشن وعليه تراك الصوت بتاعي اللي انا هعدل عليه او الصوت بتاعي اللي انا هعدل، زائد وناقص يكبر التراك او يصغره زيه زي التايم لاين في ادوبي بريمير. لما تبدا التسجيل بتاعك سيب ثانيتين ثلاثه الاول ساكت فيهم علشان المايك يبدا يسجل النويز اللي حواليك عشان في البرنامج يسمع النويز دي ويشيلها لك. بعد كده اول خطوه هنعملها بعد ما فتحنا برنامج ادوبي اوديشن هعلم جزء فاضي، بعد كده اختار افكت، اختار نويز ريدكشن كابتشر نويز برنت، بعد كده ادوس كنترول اي عشان يعلم لي التراك كله، اختار افكت نويز ريدكشن نويز ريدكشن، هعمل دي 80% واعلم على الباور دي لازم تبقى لونها اخضر، وابدا احرك في المسطره اللي فوق دي او في الشريط اللي فوق لغايه ما اوصل للصوت اللي انا حابه او اللي انا عايزه او شايف صوتي كده كويس. انا شايف ان الصوت كده كويس فهدوس له ابلاي، سيبه يخلص. في خطوه هنا انا هعملها اني اسجل لي الخطوات اللي جايه كلها بحيث لما ادخل تراك الصوت تاني على ادوبي اوديشن يا دوب اعمل بس نويز ريدكشن اول مره واشغل البريسيت يعمل لي باقي الخطوات وحدي. فهنبدا نسجل دلوقتي الخطوات عشان نحفظ البريسيت ده عندنا يبقى جاهز على طول. ما دام ان انا هصور او هسجل الصوت في نفس المكان بتاعي مش هغير كل مره في مكان، لو كل مره في مكان مختلف يبقى هتعوز تعمل الخطوات دي يدويه كل مره لان المكان مش ثابت والاعدادات مش ثابته والدوشه اللي حواليك هتتغير. لكن لو في نفس المكان على طول يبقى خليك سجل البريسيت يا دوب طبقه وريح دماغك. هروح favorite start recording favorite، اختار بعد كده effect amplitude and compression، اختار normalize، اخليها هنا -3 واعلم على دي بي وادوس له apply. كده هروح على effect amplitude and compression single band compressor، اخلي دي -12 ودي اخليها 4 وادوس له apply. الخطوه اللي جايه دي على حسب كل واحد وصوته، يعني انت اسمع صوتك انت وبتعملها عشان تختار الصوت المناسب ليك او الدرجه المناسبه لي. هروح على افكت، اختار فلتر اند اي كيو، اختار بارامتريك ايكولايزر، ادوس هنا على كاستم واختار لوننس ماكسمايزر وادوس على رقم 2 عشان يضيف لي نقطه زياده. هبدا بقى اسمع الصوت بتاعي وانا وبسمع ابدا اغير في قيم الاتش والال، بس دي على حسب كل واحد وصوته. يعني القيم اللي هتشوفها قدامك دي على حسب صوتي انا، شوف انت صوتك هيبقى ازاي وغير القيم براحتك على حسب الصوت اللي يعجبك. فانا هبدا اسمع الصوت، انا شايف كده الصوت بتاعي مناسب او وصلت للدرجه اللي انا حاببها او للصوت اللي انا عايزه. ادوس ابلاي، سيبه يطبقه على تراك الصوت. كده انا بالنسبه لي دي اهم خطوه في البريسيت كله او اهم خطوه في التعديل على الصوت بتاعي. بعد الخطوه دي هنعمل نويز ريدكشن تاني لربما تكون في ويفز عليت معانا فعلت النويز اللي شلناه قبل كده. هعلم جزء كده، بعد كده اروح على افكت نويز ريدكشن كابتشر نويز برنت، كنترول اي واعمل افكت نويز ريدكشن نويز ريدكشن وادوس له ابلاي نفس اللي عملناها الاول مش هغير فيها حاجه. بعد ما خلصنا كده هروح على افكت، اختار امبليتيود اند كومبريشن، نورمالايز، هعمل نورمالايز تاني بس بدل -3 اخليها -6 والدي بي زي ما هي، اختار ابلاي. بعد كده هختار هارد ليميتر بحيث اقول له مثلا الصوت بتاعي ما تخلوش يعدي -12 -6 -7
على حسب. احنا هنظبطوه على -12 عشان يبقى مريح للاذن، بحيث لو حد بيتفرج على الفيديو بهيدفون ودانه ما تتعبوش. هروح على Effect Amplitude and Compression Hard Limit واخليها هنا -12 وادوس له Apply. كده خلى الهارد ليميتر او خلى الصوت بتاعنا اخره -12. ممكن اخر مره نعمل نويز ريدكشن وكده يبقى تراك الصوت بتاعنا جاهز انه يطلع او الناس تسمع. هعلم على الجزء الفاضي كده، اختار Effect Noise Reduction Capture Noise Print Ctrl A Effect Noise Reduction دوس Apply. وما تنساش توقف تسجيل البريسيت اللي احنا عاملينه. هروح على Favorite واختار Stop Recording Favorite وهسميه مثلا باي اسم اللي انت عايزه. انا هسميه مثلا 1212 وادوس له اوكي. بعد كده لو انت حابب تشغله على طول هتعمل لتراك الصوت بتاعك نويز ريدكشن عادي زي ما عملنا، وهتروح بعد كده على فيفوريت وتختار البريسيت بتاعك اللي هو سميناه 1212 مثلا او 1212، تدوس عليه هيطبق لك باقي الخطوات دي وحده وتحفظ الفيديو بتاعك او تحفظ تراك الصوت بتاعك وتمام على كده. انا عايز اسمعكم قبل وبعد عشان تلاحظوا الفرق في الصوت. كده اللي سمحوا الصوت اللي هتسمعوه دلوقتي ده قبل التعديل خالص او قبل ما نشتغلوا عليه. مساء الفل، ذكي مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ دلوقتي بعد التعديل بعد ما اشتغلنا عليه اسمعوا كده. مساء الفل، ذكي مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ اكيد ملاحظين في فرق واكيد الصوت بقى احسن، مع العلم انه المايك عادي خالص. بعد كده هدوس على غلط اقفل ادوبي اوديشن، هيقول لي عايز تحفظ التغييرات اللي انت عملتها، هدوس له يس. هيخلص واسيبه يسيفه، هلاقيه سمع في ادوبي بريمير. وبكده بعد ما قفلنا برنامج ادوبي اوديشن الصوت بتاعنا اتسيف وسمع في برنامج ادوبي بريمير. عشان كده انا بحب الطريقه دي، يبقى تراكك جاهز في ادوبي بريمير على طول ما تعوز لسه تدخله تاني. والى هنا عزيزي المليونير لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم الى هذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.